3 ايام عدوا لحد دلوقتي على مباراه الترجي التونسي والاهلي وخروج الاهلي من افريقيا، ولحد دلوقتي مفيش قرار رسمي، قرار صح اتاخد لتهدئه الامور وتهدئه الناس. كلها قرارات من مصادر غير معلومه، موقع في الجول، موقع يلا كوره، بنفكر في فايلر، بنفكر في حسام البدري، وكل الكلام ده مش هيحصل. المدرب اللي معانا مكمل لحد نهايه الدوري عشان مش هنقدر نمشيه في الفتره الحاليه. لكن هل هي دي المشكله بس؟ لا، مش دي المشكله. لا، برضو احنا لسه بنضحك على الناس. هنمشي وليد سليمان من قطاع الناشئين، هنمشي محمد يوسف في المدير الرياضي، وممكن نمسك محمد يوسف قطاع الناشئين ولف بينا يا دنيا، وهي برضو نفس المسكنات بتاعت كل مره. لكن قرار صح يتاخد ان المدرب ده ما ينفعش يكمل الدوري عشان حتى نلحق ناخد مركز تاني. مش بقول لك ناخد الدوري، ده احنا في خطر ان احنا ناخد المركز التاني ونلعب دوري ابطال افريقيا السنه الجايه. هل اللعيبه اتاخد معاها اكشن صح؟ برضو كل اللعيبه اللي بتلعب في الاهلي لو انت لاحظت من اول الموسم، اذا كان امام ولا اذا كان تريزيجيه ولا اذا كان زيزو او بن شرقي، الاربعه الحلوين اللي قدام دول، اللاعب فيهم مستني اللاعب يضيع زميله ويضيع كرة عشان يزعق له، عشان يقول له بص انت ضيعت، لو انا ضيعت اللي جايه ما تكلمنيش، ما تبصليش. يعني امام عاشور بيبقى مستني تريزيجيه يضيع عشان يزعق له، تريزيجيه مستني زيزو يضيع عشان يزعق له، بن شرقي مستني زيزو يضيع عشان يبص له. الشناوي ومصطفى شوبير عملت بينهم روتيشن وقلت ده هيلعب ماتش وده هيلعب ماتش عشان مصلحه الشناوي ان هو يلعب كاس عالم، فلازم ياخد ماتشات حتى لو مصطفى شوبير افضل منه. ضريت ده وضريت ده، ولا ده بقى مستواه ثابت ولا ده بقى مستواه ثابت. ده ليه؟ عشان مفيش مدير فني عنده قرار، شخصيه قويه يقول لك لا انا ماليش دعوه مين يلعب كاس عالم ومين ما يلعبش كاس عالم، انا بالنسبه لي الافضل هو اللي هيكون موجود. لان انت جايب مدير فني بيتبعك، اللي ما بيتبعكش بتمشيه. زي حسام غالي اللي طلع قال انا عايز ناس تبقى بمواصفات النادي الاهلي، لو انا هفكر ادخل النادي الاهلي تاني، ناس ما تكونش متسلطه وناس تكون بتدور على مصلحه الاهلي مش مصلحتها هي الشخصيه. مشي. محمد شوقي لما لقيته برضه ان هو هيتكلم في الحق وهيدي ده حقه وهيبص لده وهيتكلم على ده، مشيته. لكن انت ينفع معاك مين؟ ينفع معاك وليد صلاح الدين، ينفع معاك عماد النحاس، ينفع معاك ناس ما بتتكلمش، كلها مهدئات. هنوكل الكابتن سيد عبد الحفيظ والاستاذ ياسين منصور لاداره ملف الكوره، والكابتن الخطيب ملوش دعوه. تهدئه اجواء. هنجيب فايلر، تهدئه اجواء. قبلها كنا هنجيب حسام البدري، تهدئه اجواء. كل دي تهدئه اجواء، وكل ده ضحك علينا لحد ما الموسم ما يخلص ونلاقي نفسنا حتى ما خدناش المركز الثالث.